إحدى بناتنا المباركين في بلاد المهجر كانت واخدة بناتها وبعض صحباتها في الخدمة ورايحين علشان يقضوا خلوة في أحد الأديرة في بلاد المهجر. وهم في العربية والطريق طويل جدا لحد الدير حوالي 7 ساعات، ابتدى يبقى فيه عواصف ورياح شديدة جدا ابتدت تهز العربية اللي هم فيها لدرجة إنها بقت بتتحرك من مكانها من كتر العاصفة ما هي شديدة. فطبعا اضطربوا جدا لأن العاصفة زي ما هي حركت العربية ممكن تقلب العربية، لكن بصوا لقوا نفسهم قضوا مدة طويلة في السكة وفاضل جزء صغير ويوصلوا الدير. فقرروا إن هم يكملوا الطريق لحد الدير، لكن هيقعدوا يقولوا تماجيد للقديسين علشان يحفظوهم، بداية من العذراء وبعض القديسين اللي عارفينهم بالاسم وبيحبوهم، وهيقولوا تماجيد ليهم أكسية وأكسيوس لحد ما الوقت اللي فاضل يعدي. وفعلا عدى الوقت ووصلوا لحد الدير. وبعد ما نزلوا من العربية اللي كانوا فيها ودخلوا الدير فوجئوا بالرهبة اللي موجودة في الدير بتستقبلهم، تقول لهم الحمد لله على السلامة، انتوا جيتوا ازاي في الجو الغريب ده؟ قالوا لها ربنا ستر وبشفاعة القديسين احنا وصلنا، لان احنا عملنا لهم تماجيد وحفظونا في السكة. قالت لهم تقصدوا انهي قديسين؟ وابتدت تستغرب ويبان عليها. قالوا لها الست العذراء والقديس فلان وفلان، كان قديس بالاسم وبالواحد. فوجئوا بالرهبة مستغربة جدا ومتفاجئة، وأخدتهم من إيديهم ودخلتهم الدير وورتهم القديسين اللي هم عملوا لهم تمجيد. والغريبة إن القديسين بس اللي عملوا لهم التمجيد الصور بتاعتهم كلها منزلة زيت، أما القديسين اللي متعلقين على الحيطة وما عملوا لهمش تمجيد دول مفيش زيت على الأيقونات بتاعتهم. منظر عجيب جدا. اتفاجئوا البنات واتفاجئت بنتنا اللي بتحكي القصة لضعفي أنا شخصيا، والرهبة طبعا لأن القديسين بالذات اللي هم ذكروهم وعملوا لهم التمجيد هم دول اللي الأيقونات بتاعتهم منزلة زيت، أما بقية القديسين فالصور بتاعتهم زي ما هي. فرحوا جدا وعرفوا إن ربنا صالح، وربنا بتاع معجزات زمان هو ربنا اللي معانا دلوقتي، وكأن القديسين بيقولوا لهم حمد لله على السلامة.